موقف طريف حصل لي مع رئيس هيئة الإدارية للنادي اللي كنت أني كابتن فريقه بسبب بدر. راح نحكي التفاصيل. في أحد السنين من كان بدر طفل كلش، يعني مو هسه شاب، كان جيد مستواه، بس طفل لأننا بالنادي مالتنا نريد لاعب ناشئ اللي هو 12 سنة فما دون. فبدر كان 8 سنين أو 9 سنين. هو بالأصل مسجل باسم نادي الهدف كلاعب منتمي، بس بدنا نقدم أوراق النادي اللي يكون بها شاب وناشئ وعنصر نسوي. رئيس النادي أنا يعني خليت التشكيلة باعتبار الكابتن، وأنا ابني ما يصير أداعي بي إنه ينضم للفريق، فما خلى اسم بدر. أنا بقيت ساكت، وفعلا هو بدر مو منافس مثل قبل 12 سنة. فبعدنا مقدمين التشكيلة، وحتى إذا نقدمها ممكن نعدل بيها، نقدر نضيف. فالتقيت مع الأستاذ العزيز طارق طعمة من أهالي الناصرية، ويلعب مع نادي القيثارة اللي هو نادي تابع لمحافظة الناصرية. فأكثر الإداريين اللاعبين خاصة الفرق الجنوبية عندي علاقة بها طيبة. أنا علاقتي مع الجميع، بس أقصد دائما يسألوني إذا أكو لاعبين ما عندهم أندية. فقلت له أوكي، يعني وراد لاعب ناشئ. قلت له بدر نظفنا بنادي الهدف، وهو أنا أريد بس أهم شيء يلعب. فقال لي على والله، خاصة هم نادي القيثار وأكثر الأندية الوزارة ماكو منح، فما عندهم تخصيصات مالية. فقلت له أنا ما أحتاج فلوس، أنا أريد ابني يلعب. قلت له بس أترخص من رئيس النادي، لأنه هو أصلا مسجل بالنادي. فأقول للرئيس، رحت على رئيس النادي قلت له يريدون بدر وإحنا ما سجلنا بالقائمة. وكان يقول لا شنو ما سجلنا بالقائمة، تغير تنبهني من هذا الحكي، عنا لا نريده. فأنا رجعت على أستاذ طارق طعمة، صديق عزيز علي. فقلت له أستاذ طارق، أنا هيك صار الحكي، بس راح أسوي فيكة صغيرة بيني وبينك. أنا راح أدعي أنا ماخذ منك 100,000 البدر على مود تلعبه بالنادي. بس قلت له أنا مو أريد. قال لي افتهم الفكرة. فرحت على رئيس النادي قلت له يابا نادي القيثارة طوني 100,000 إنه بدر يسجل وياهم. كان يقول لي شنو 100,000؟ هاي 150 البدر، وبدر سجل اسمه ويا نادينا. طبعا بعد المشكلة أنا حصلت 150، بس من رجعت على أستاذ طارق ما أقدر بعد نسوي. بعد أنا مو هدفي ولا أقدر أقول له كذب. فبعد ما أقدر أروح أزيد أقول له لا طوني 200، ويمكن والله كان يسواها 250. فرحت تعذرت من أستاذ طارق طعمة، قلت له هيك صار. رحت ضحك قلت له يابا حصلنا 150 بسبب هاي مداعاتك البدر. فالحلو انه بالموقف انه نكذب كذبه بيضة عمود نفيد نادي القيثارة. بعدين صارت يعني هسه واحد اعتبرها احنا كأنه غش او فشي او تلاعب، بس عشان هدفي افيد نادي القيثارة. بس بعد لا اقدر اقول للاستاذ، ما اقول اسمه، اللي هو رئيس نادي اللي يعني معاه، ممكن بعض الاشخاص راح يعرفون منه ولا قصده. فاخذنا 100,000 150 والله صارت 100,000 بسبب كذبة بيضة، بس بعد كل من ورزقه ترى. أتمنى الموقف يكون يعني فعلا طريف.